السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل ملوخيه المستعجلين وفراخ المستعجلين ورز برضو المستعجلين. ايه رايكم في اكلنا وجماله وحلاوته؟ اكل كده بسم الله ما شاء الله، بجد بدات فيه الساعه 10 بالليل وخلصته الساعه 11. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ مقاديرنا وتفاصيلنا سهله وبسيطه ان شاء الله كده. قبل ما ندخل على يا ريت اللايك يا حلوين والاشتراك في القناه. اللايك حلو جدا يا جماعه وبيرفع الفيديو، وعشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله انا بعمله. لو انتوا حبيتوا الفيديو، ايه رايكم في الفراخ والملوخيه؟ بجد لونها وشكلها حلوه جدا جدا. يلا ندخل على وصفتنا كده، نسمي الله كده. انا معايا هنا فرخه ماشي مقطعاها 5 قطع، غسلاها ومخلياها زي الفل تمام. حبيت كده ايه ان انا احط عليها الليمون كده وهشطفها شطفه تانية قبل ما احطها على النار. معايا بقى معلقتين صلصه، ورق لوري وملح وفلفل وبصل، بس كده ماشي. والفراخ اهيت يا جماعه زي ما انتم شايفين. هروح بقى اشطفها من الليمون ده واحط حله ميه على النار. حله الميه هي يا جماعه احط فيها الحاجات اللي انا محضراه في الطبق، واول ما تبدا تغلي هنزل فيها الفراخ. كده انا شطفت الفراخ اهيت، هي كده الميه معايا غليت وبقت زي الفل. هنزل فيها كده الفراخ اهوت. طريقه سهله ومختلفه عن الطرق اللي هي ايه ده، ان انت يعني تتبليها وتحطها في صينيه في الفرن. طريقتها سهله وبسيطه وبجد هتطلع طعمها حلو جدا زي ما انتم شايفين اهوت. انا بس هديها تقليبه كده بظبطها واغطي عليها واسيبها بقى مع نفسها. بصوا شكلها يا جماعه كده دخلت في السوا اهي ما شاء الله. منزله شويه شوربه 10/10. بصوا يا حبايبي ما شاء الله خلاص اهيت هي استوت معايا اهيت. بصوا بقت زي الفل. هبدا بقى ان انا انشلها احطها في طبق كده عشان اعمل لها الخلطه بتاعتها. الخلطه بتاعتها عباره عن ايه؟ دي معلقتين زيت، واحط شويه كمون وشويه ملح وشويه فلفل اسود، وهقلب كل ده مع بعض. واقوم جايبه كيسين كاتشب واقوم مفضياه. انا لما هنا حطيت الزيت يا جماعه بصراحه انا كنت هحطها تحت الشوايه، بس قلت لا طالما اكل مستعجلين انا هقليها كده في الزيت على طول. فانت لو هتقليها في الزيت زي كده ما تحطيش الزيت تمام كده. هقلب بقى كل ده كويس في قلب بعضه كده. الكاتشب بيديها لون ونكهه حلوه جدا اهوت زي ما انتم شايفين. هجيب بقى الفراخ بتاعتي كده هيت ماشي، وهقوم رايحه جايبه الفرشه واخد من المعجون اللي انا عملته ده، وهبصوا هغلف الفراخ كده زي ما انتم شايفين من كل حته. بصوا مش طبقه سميكه يعني، بس ايه حاجه بسيطه خالص وما تقلقيش هي بتاخد لون حلو قوي. كله كده يمين وشمال ومن تحت ومن فوق ومن كل حته، عايزاها تاخد اللون اللي هو لون الشوي تمام كده. خلاص كده هسيبها بقى. طبعا الشوربه معايا كانت زي الفل وكانت مستويه وتمام التمام. هجيب حله، دي بقى الحله بتاعت الملوخيه، احط فيها كده شويه شوربه ماشي على قد مثلا ايه الملوخيه. انا بحب اعمل الملوخيه على قد الاكل على طول تمام، يعني ما بسيبهاش تتركن ولا الكلام ده كله. كده خلاص الشوربه معايا اهي، احط لها شويه ملح وشويه فلفل، ومكعب المرقه ده بيرفع لك الملوخيه في رفعه تانية. تعالوا نشوف ملوخيتنا بقى. بصوا يا جماعه طبعا دي ملوخيه المستعجلين. انا بص غسلاها ومخلياها زي الفل. هجيب عندي فوطه كده تكون كبيره وحلوه كده تشرب الميه، واقوم حاطه فيها كميه الملوخيه كلها زي ما انتم شايفين. طبعا احنا في موسم الملوخيه ما شاء الله طعمها حلو جدا بصراحه اهوت زي ما انتم شايفين. وهقوم لفاها كده زي رول كده زي ما انتم شايفين كده اهوت. دي طريقه لتنشيف الملوخيه ما بتاخدش 10 دقايق. بصوا الطبق فاضي اهوت وما فيهوش اي حاجه. هلفها كده اكني بعصر غسيل مثلا ولا حاجه، واسيبها كده مقموره 5 دقايق تمام. بعد ال5 دقايق يا حبايب قلبي هقوم جايبه الصينيه واقوم مفضيه الملوخيه زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله ما فيهاش ميه خالص، الفوطه شربت الميه كلها اللي كانت فيها ماشي. ولا هنقعد ننشر ولا نفتح مروحه ولا الكلام ده كله. هنسمي الله بقى، واقوم جايبه المخرطه بتاعتي واقوم ايه زي ما انتم شايفين خرطه كده. طبعا هي المفروض بقى اضربها في كبه اعملها في خلاط عشان بما ان هي ملوخيه المستعجلين. بس على مين بقى؟ يلا مش مشكله ما يجراش حاجه، ما جاتش عن ال5 دقايق بتوع الملوخيه كمان ماشي. زي ما انتم شايفين كده انا هفضل شغاله فيها كده ماشي. طبعا هي خدت وقت عميق معايا بس يلا لا يعني ايه، انا هجيب لكم بس مقطع صغير كده يا حبايب قلبي. الملوخيه معايا خلصت وبقت زي الفل زي ما انتم شايفين اهو ماشي. الشوربه معايا اول ما غليت قمت منزله الملوخيه كده بالمضرب السلك بتاعي، بيفكها وبيخليها ايه مش ماسكه ببعضها ولا فيها تكتلات ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله لونها. بصوا يا جماعه لو ما كانتش ناشفه وكانت حلوه كانت طلعت ريمه كتير بيضه من على الوش، لكن هي كانت ناشفه وزي الفل. تاخد قلبتين كده بس، ما بحبهاش تغلي بصراحه. هي دوبك غلوتين بس كده وخلاص، واعمل لها الطشه بتاعتها
اهيت. بصوا خلاص بدات تغلى اهيت. قوم رايحه جايبه ايه بقى التوم، واعمل الطشه الحلوه بتاعتنا المحترمه دي. معايا كده بقى معلقه توم ومعلقه سمنه، افضل اشوح فيها لغايه لما تبدا تاخد اللون، مش الذهبي اللي داخل على بني شويه. انا بحب اللون التوم يكون غامق سيكه عشان يبقى ايه باين على طبق الملوخيه كده من فوق، بيدي شكل حلو يعني. انا مش حاطه كزبره، انت عايزه تحطي كزبره ناشفه براحتك خالص. بصراحه كان طعمها فظيع اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده اهوت. انا هغمقه كمان سنه ونطلع بقى على حله الملوخيه. بسم الله كده واقوم طشه. ايه رايكم؟ ونرجع بقى شويه كده في الحله اللي فيها الطشه التانيه. بصوا الجمال، بصوا القوام واللون، لا بجد تستاهل اللايك. تعالوا بقى كده يا جماعه، انا حاطه طاسه بتاعه الزيت على النار. اول ما تسخن هقوم منزله الفراخ بتاعتي، ماشي، واسيبها بقى لغايه لما تاخد اللون هي ناحيه واحده، واقلبها وتبقى معايا بالشكل ده. ايه رايكم في الجمال؟ لونها بصراحه حلو جدا، لا وطعمها حلو قوي بصراحه. يمين وشمال كده لغايه لما تاخد اللون الحلو اللي انا عايزاه، ماشي. واقوم طافيه النار بقى ونقدم بقى كده يا جماعه. انا كنت عملت شويه رز حبه وحبه، تمام يعني ما جاتش على الرز كمان. بصوا الرز مفلفل ما شاء الله. تعالوا نغرفه كده بقى. بصوا ما شاء الله ما خدتش معانا اي حاجه، والاكله كانت حلوه جدا كده. خلاص انا هغرف الرز اهوت زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا نغرف بقى الملوخيه في الاطباق بتاعتنا بقى ونشوف جمالها وحلاوتها. بصوا الجمدان، لا بجد شويه ملوخيه محترمين. تعالوا نشوف بقى الفراخ بتاعتنا بقى والاكل بعد ما خلص كده يا جماعه. ايه رايكم في الفراخ؟ لا بجد، والملوخيه والرز الاكله كانت رهيبه. ولو عجبكم الفيديو يا جماعه يا ريت تحطوا لايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. واستنوني في فيديوهات كتير كتير كتير. وزي ما قلت لكم يا جماعه اللايك بيرفع الفيديو، ولو الفيديو عجبك ما تبخليش عليا باللايك يا قمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.